الى سالم بريتشي حاول يسيطر على الكره لكن الكره مقطوعه. سعيدوف يحاول يمر سعيدوف وتغطيه موجوده. وصلت الان الى محمد حسن، هذه خطره وتسديده على المرمى. جول طاجكي عن طريق محمد حسن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الثاني. حقيقة من تسديدة قوية جدا من مسافة بعيدة، وبالتالي تدخل في شباك مرمى منتخبنا عن طريق اللاعب محمد حسن، وعلى يمين حارس المرمى عمر الفليتشاوي. صعبة وتسديده قويه، لكن شوف لابد ان يكون هناك الضغط على حامل الكره، ولكن تاخر ربما ناصر سالم في التغطيه، في الضغط على الخصم والضغط على اللاعب محمد حسن في هذه اللعبه، وبالتالي اتاحت له الفرصه وللتسديد على المرمى، وبالتالي حاطه قويه جدا على يمين حارس المرمى عمر الفليتشاوي، معلن هدف التعادل. صعبه وكره قويه جدا من محمد حسن. حقيقه كره البست يساريه وقويه في الجول، وبالتالي هدف ياتي هو هدف التعادل للمنتخب الطالب.